أتت بالسحر الثاني، أتت بالسحر الثاني، سحر الخيال أصبح واقعة، موهبة صاعدة على الصعيد المحلي التي نتحدث عنها مجموعة الألحان يقربها محمد النابلي في أرضية الملعب، وذلك على مرأى الحمر بأرضية الملعب، ما أروعها من كرات نتحدث عنها وما أروعه من إبداع موجود على أرضية الملعب. شارك بالعديد من المواهب، شارك بالعديد من المواهب التي نتحدث عنها، لديه مشاركة بإيطاليا بميلانو، وطلع من تصفيات للدور 16، حقق إنجاز في شركة ريد بول التي كانت داعمة الأولى للمواهب، وبالتالي أيضا شارك في تصفيات كأس العالم 2014 بدولة قطر، حيث كانت المباراة المقامة هنالك مباراة المنتخب القطري مع المنتخب الأوزبكستاني، هنالك بين شوطين المباراة محمد فوق سقف الجبل، محمد فوق سقف المتعة، فوق سقف كل شيء، شجعوه وعزروه وحيوه، إذا يستحق التحية، تابعوه إنه يتفلسف بالكرة، إنه يتفلسف بجمالية لفنون لكرة القدم، ما أروعها بالكرة. الكاتب الأردني الذي يقول إنه على الدوام يظهر لنا لاعب من بين اللاعبين لا يفترق للربح والخسارة، وأنا عادل البزروعي الذي يقول يا محمد النابلي الذي يرسم اللوحة الإبداعية التي تفترق للجمال. الله، أي إبداع وأي متعة وأي جنون بكرة القدم، ما أروعك يا محمد بأرضية الملعب بأرضية الميدان. الله على مهاراتك، الله على كراتك. نعم، ستار نجوم وهو يسطع في النجوم العالية، ستار نجوم وهو يعشق النجوم في ضوء القمر، هو من يظهر يقول أنا القمر وأنا من سوف يسطع في السماء يوما ما. شاهدوه وتابعوه، إنه يتفلسف بالكرات، إنه يعشق الكرات، يحبها ويعشقها، الذي يتدرب لفترات وساعات طويلة. شاهدوا الكرة وهو تدور، الحمد لله اليوم ما ننسى هذا القلم، وبالتالي نعم كثيرا ما كنا نشاهد محمد النابلي. شاهدوا الكرة وهي تدور قلم في فم، وبالتالي ايضا مثل ما نشاهد نعم قالت مننت مجموعة الحان واللحن عزفه محمد النابلي بوقت عربية.